السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فهد المتنوعة. عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وراحة البال وطول العمر يا رب. الفيديو ديال اليوم عبارة عن حلوى سهلة مهلة سريعة في التحضير، اقتصادية بدون زبدة، وكذلك بواحد المكونات رخيصة. كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا في القناة باش ديما يبقى يوصلكم الجديد، وتشاركوا الفيديو كذلك مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب. وشكرا. بالنسبه لمكونات الوصفه، عندي هنايا 2 بيضات، كاس ديال الزيت، كاس صغير ديال الحليب، كاس ديال سكر سنيده، نصف كيلو ديال الدقيق فورس ديال الحلويات، سكر فاني، ساشيه ديال سكر فاني، ساشيه ديال الخماره 8 غرام، 2 ساشيات ديال الكاكاو. دابا على بركه الله انا درت البيضه هنايا الاولى، البيضه الثانيه كنديرو غير الصفار والبياض كنخليوه للتزيين. نديرو جميع السوائل، كاس ديال الزيت سنيده، كاس صغير ديال الحليب. نخلطوا جميع المكونات، مزيان. نزيدو هنايا واحد شويه قبيصه ديال الملحه، دابا غادي نزيدو سكر الفاني. بالنسبه لهاد الحلوى راه كتجي بنينه ومزيانه، وفي نفس الوقت كتجي مرمله وهي اقتصاديه، يعني بواحد المكونات موجودين. نزيدو دابا الكاكاو، دابا غادي نديرو الطحين اللي سبق لي انني غربلته مزيان. دابا غنزيدو الطحين بالتدريج على حساب العجينه، يعني راه معروفه غادي نزيدو هاد الكميه. دابا غنخلط بيديا، العجينه بعد ما جمعتها دابا غادي نزيدو الخماره. انا بالنسبه ليا خليت الخماره حتى الاخر، حيت دابا الحراره وراكم عارفين، يعني بالنسبه لهاد الحلوى راه ما خاصهاش تجي مشققه بحال الغريبه ولا هذا، خاصها تجي غير شويه طالعه، غير شويه. بالنسبه للخميره انا كندير غير راس ديال المعلقه، ما كنديرهاش كامله، غير راس ديال المعلقه. دابا من بعد ما عجنتها مزيان
دابا غادي نديرها في السطح اللي سبق لي انني مسحت هاد البلاصه مزيان. يعني بالنسبه الى جاتكم يعني بالنسبه انا للطحين راه هذيك الكميه اللي راه زدت عليها تقريبا شي 2 كيسان. هي هذه كتعرفوها يعني راه باينه. دابا غادي نخدموها، دابا غادي نشكلوها كويرات، عاد من بعد غادي ندوزو لمرحله التزيين. بالنسبه للوصفات ديالي انا راه كنحاول ما امكن باش كندير وصفات اللي كيكونوا يعني ما فيهمش المتطلبات بزاف وتيكونوا اقتصاديين، وفي نفس الوقت ما كيخليوكش نتيا تبذلي واحد المجهود بزاف. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. بالنسبه للتزيين انا داك بياض البيض غنضربوه شويه، وعندي هنايا كاوكاو مهرمش. دابا غادي ندوزو في حبه ديالنا في بياض البيض. حطوها هنايا. سبق لي انا الصينيه درت فيها ورق الزبده اللي كتدخل الفران. بالنسبه لي انا هاد الكاوكاو يعني ما شاريه غير مهرمشه، انا راسي مصاوبه. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتو تشريوه دابا بعد ما ساليت هاد الكميه اللي في الطاوه غنحاول باش انني نبسطهم غير بشويه هكا. وسبق لي انا شعلت الفران على 180 درجه. باش كيجيو مقادين في نفس. دابا غنحاولوا باش اننا نديروا واحد الثقب هنايا. دابا غادي ندخلها للفران على درجه ديال 180 درجه، وغنشعل ليها غير من التحت. ملي كنشوفها شدات راسها يعني بانت لي انها راه طابت، كنعاود ثاني نشعل عليها من الفوق. بالنسبه للحلوه هذا هو الشكل ديالها بعد ما طيبتها خرجتها من الفران، يعني ما كنخليهاش تحمر بزاف. هي كتشد راسها من التحت وكنعاود ثاني نشعل عليها من الفوق. دابا غادي نزينها بالكونفيتير. وبالنسبه لكم طريقه التزيين كتبقى اختياريه، اللي بغيتي ديري الشوكولا بغيتي ديري اي حاجه موجوده عندك كتزيني بها.